السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ بوبا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الفيديو ده انا عاملاه من زمان جدا، بس في كسل بقى وكده وتعب المدارس، بس حبيت انزله وبقى دلوقتي واحد رايق بقى. دلوقتي بعد ما العيال راحوا المدرسة حبيت انزل لكم اليوم كامل من ساعة ما اصحى من النوم والصبح، وتجهيز اللانش بوكس بتاع الاطفال وحاجات جميله جدا. اهم حاجه ما تنسوش اللايك واشتراك بالصفحه وفعلوا الجرس. طبعا احنا بدأنا دلوقتي الصبح على كوبايه ميه، لازم كوبايه ميه الصبح عشان خاطر تحسي انت نشيطه، وممكن معلقه عسل حسب اللي متوفر عندكم. دلوقتي انا طبعا بدل ما اجيب لانشون واجيب جبنه، بعمل لهم بانيه الصبح. بتكلفه اللانشون والجبنه بجيب كيلو بانيه بقسمه على مرتين او 3 مرات، واعمل لهم بانيه الصبح. احسن حاجات مفيده احسن من اللانشون. وحبيت اعمله طبعا اللي على الفكره الجميله ديت صاحبتي حبيبتي. وطبعا انا قلنا بدل ما نجيب لانشون بطنهم بتوجعهم والديدان وحاجات مقرفه جدا، وطبعا اللانشون مش بنحبه خالص، بس الاطفال بيحبوه. طبعا الجبن مش قوي والمربات لا، يعني اولادي ما بيحبوش ولا المربى ولا الجبنه. حبيت اعمل لهم حاجه احسن من طبعا من اللانشون، وممكن نعمله في البيت، بس عندي ابني الكبير ما بيحبش اللي هو في البيت. حبينا فكرنا في موضوع البانيه دي. طبعا هو غالي، بس طبعا بنعمله شرايح صغيره جدا، بيعمل كذا سندوتش حلو، وطبعا الاطفال يستفادوا منه احسن من اللانشون. لقيت تكلفه اللانشون غاليه برضك جدا، واللانشون غالي. حبيت نعمل فكره البانيه احسن بكتير. وطبعا المدارس بنحب التغذية جامد، عشان خاطر طبعا ما بيقعدوش طول النهار من الدروس والمدارس والواجب، ما بيقعدوش طول النهار. لازم نحب حاجات مفيدة احسن بقى من اللانشون والجبن اللي هي مش مفيدة خالص. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده احنا من مقطع الخيار وعملت لهم عنب، الحاجة اللي هم بيحبوها. زي ما انتم شايفين كده هقطع البانيه، طبعا لسه سخن ما تقطعش معايا كويس، بس بنسيبه يبرد شويه عشان يتقطع معاكي حلو. زي ما انتم شايفين كده بقطعه يعني قطع صغيره قد السندوتش اللي احنا هنحطه. زي ما انتم شايفين طبعا الاولاد ما بيخشوش البيت خالص الا الساعه 5 بالليل، اما بيجوا من المدرسه على الدرس بنحب نعمل سندوتشات، نقطع سندوتشات شويه عشان خاطر ما بيلحقوش حتى يجوا يتغدوا. زي ما انتم شايفين كده الفينو بنقطعها نصين، يعني احسن كتير كتير قوي من اللانشون والحاجات التانية دي. وممكن نيجي نعمل بيض برضك، انا بعمل لهم كل يوم ممكن اعمل بانيه او اعمل بيض، اعمله شرايح، اعمله عيون. حاجات المفيدة نختارها احسن لاطفالنا، عشان خاطر فعلا اللانشون بيعمل ديدان وحشة جدا، وبعد فترة تلاقي الطفل بيشتكي من بطنه جامد. انا كنت بعمل فعلا لانشون او بعمل لانشون البيت، بس اطفالي يعني كان بيشتكوا من بطنهم جامد بسبب اللانشون، وما بيحبوش الا اللانشون. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا بحط السندوتشات ونحط العنب، وهعمل لهم برضك نوتيلا. واحنا بنعمل نوتيلا او نعمل حاجات مفيدة، يعني برضك النوتيلا مش بملاها كتير، مش بكتر النوتيلا، بس احسن برضك من الجبنة، بيدوهم طاقة يعني طاقة شوية. طبعا عند طفل الكبير هاشم بيحب التوست، بيحبه قوي. ماما اعملي له توست بالنوتيلا، يعني هو جميل قوي طعمه بتبقى حلوة. طبعا احنا بنحب يعني عشان خاطر العيل بيبقى مبسوط وياكل، بنحب اللي هو نعمل اللي هما بيحبوه. وعندنا الطفل الصغير ما بيحبش التوست خالص، يعني بيحب العيش البلدي. انا بحب اعمل لطفلي اللي هو بيحبه عشان خاطر ياكل. وما انت لو انا اتكيت مره على هاشم اللي انا اعمل له سندوتشات جبنه ما كلهاش، لا انا بحب اعمل له الحاجه اللي هو بيحبها عشان ياكل ويشجع اللي هو ياكل. عشان خاطر إيه يعني طبعا الدروس بهدله جامده، المدارس وضغط، بالذات هاشم سنه رابعه ابتدائي. ربنا يكون في عون كل واحد عنده طفل في سنة رابعة. فعلا الحاجة يعني مواد صعبة جدا جدا، وفعلا الطفل يعني على قد ما يقدر يعني بيتجاوب. طبعا هم دارسين الحاجات دي في أولى وتانية، بس بجد سنة رابعة صعبة جدا، وطبعا صعبة على الأداء على المدرسين برضك، بس الحمد لله اللي هم ماشيين شوية فيها.
زي ما انتم شايفين كده طبعا مشيهم، قلت هنروح ايه اروق على نفسي شويه. عملت فطاري كده خفيف، دوست بردك اسمر مع شريحه بانيه، بس مش كل يوم كده طبعا. حاجات خفيفه، حبيت ايه يعني ايه اروق على نفسي شويه، قلت بالذات انا بصور بقى يعني اعمل حاجه كده اروق بها نفسي شويه. زي ما انتم شايفين طبعا هنخش على الغدا بقى على طول. طبعا انا فطرت وشربت الاعشاب بتاعتي، قلت اما اقوم اعمل الغدا بقى. يعني هعمل ايه صينيه فراخ في الفرن. طبعا هنحط ايه الطماطم والفلفل، وقطعنا الطماطم والفلفل والبصل، وهحط ده كله في قلب الكبه. زي ما انتم شايفين كده هفرمها كويس قوي. طبعا انا ايه غسله الفراخ كويس قوي. زي ما انتم شايفين كده الطريقه دي بتخلي طعم الفراخ تحفه، ولا الفراخ المشويه. زي ما انتم شايفين كده انا بعملها، بضرب كله مع بعضه، واحط البهارات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده. وهحط ايه شويه زيت. زي ما انتم شايفين بقلبها عشان ايه تعمل مع بعضها، تشرب الخلطه. زي ما انتم شايفين كده هنحط ايه معلقتين زيت زي ما انتوا شايفين، وهحطها على النار البوتاجاز اللي فوق. هحطها على النار البوتاجاز اللي فوق عشان خاطر إيه تغلى وتستوي مع بعض كده، وبعدين بحطها في قلب الفرن. زي ما انتوا شايفين كده هعمل شويه رز بردك، مش هكتر الرز قوي. زي ما انتوا شايفين كده انا بحب اعمل الرز المحمر كده، واحط قطعه سمنه زبده. زي ما انتوا شايفين بتدي طعم حلو قوي. وهنسقيه. طبعا في كتير قوي الرز بتاعهم بيعجن معاهم. اما حاجه تشوح الرز قوي قبل ما تحط الميه، هنقعد نشوحه شويه عشان خاطر يبقى ناشف معانا. وهنكمله ميه، ممكن حابين ميه سخنه او ميه ساقعه. انا بحط ميه ساقعه يعني عادي خالص، وتخلي الرز نص عقله، يعني فوق الميه فوق الرز نص عقله، ما تكتريش فيها عشان ما يتعجنش معاك. اول ما يغلى ويشرب الميه وطي عليه خالص شمعه، هيبقى جميل ومفرفر معاك وجميل جدا. طبعا بعد ما خلصت بقى الاكل على النار وخلصت، قلت اما اعمل كوبايه شاي بقى عشان ايه نلم الهدوم ونطبقها. زي ما انتم شايفين كده اهم حاجه طبعا الشاي الصبح. وفي ناس كده بيحبوا القهوه وبيحبوا النسكافيه، بس انا يعني جالي مزاج يعني اليوميه دي يعني اشرب كوبايه شاي احسن. طبعا الشاي يعني انا بحبه جدا، وبحب القهوه بس يعني مره واحده في اليوم. ليا وقت ممكن احب القهوه اشربها في العصر، العصريه كده عشان ايه بتفوقني. زي ما انتم شايفين كده هي غليت، بسيبها يغلى خالص. وبعدين بعد دي بقى بعد ما شايفينه كده حطيتها في قلب الفرن. طبعا انا قلت اما اشرب كوبايه الشاي في البلكونه، وبعدين هلم الهدوم زي ما انتم شايفين كده. وطبقتها بكل يعني بكل سهولة. حاجة يعني سهلة، أكتر حاجة بنطبقها في اليوم، كل يوم يوميا هدوم. زي ما انتم شايفين كده خلصت الغدا وطبقت الهدوم.